تعرف ان في مشاهير كتير ليهم حكايات غريبه مع الجن والعفاريت؟ حاجات كتير هتسمعها ومش هتصدق انها ممكن تكون اصلا حصلت. بس في البدايه يا ريت يا جماعه تدعموا الفيديو بلايك عشان يوصل لعدد اكبر، ويا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا بسرعه على الحكايات. من المعروف ان الفنان الكبير احمد زكي في سنينه الاخيره كان عايش في جناح في فندق، لانه كان بيخاف من الوحده وكمان ما كانش عايز يحس بالملل. عشان كده كان دايما قاعد في الفندق وما كانش بيقعد ابدا في شقته في المهندسين. الغريب بقى ان بعد وفاه احمد زكي واحد من العاملين في الفندق قرب من الجناح اللي كان عايش فيه احمد زكي، لقى طالع منه ريحه سيجار وكمان دخان. الراجل استغرب جدا لانه عارف ان المكان ده فاضي ومفيش حد عايش فيه، عشان كده قرر ان هو يخش الجناح. فلما دخل اقسم ان هو شاف احمد زكي كان قاعد على الكرسي وبيدخن السيجار، وكمان الريحه ماليه المكان وخارجه لبره. الكلام ده اتكرر مع اكتر من شخص. عشان كده اداره الفندق قررت ان هي تغير ديكور المكان وكمان العفش، وكمان ترجع تستقبل فيه ضيوف من تاني. القصه التانيه الغريبه جدا مع سعاد حسني. السندريلا سعاد حسني اللي توفت بعد حادث مأساوي بعد ما وقعت من شقتها في واحد من الابراج في لندن، ومن ساعتها لحد دلوقتي محدش يعرف الحادث ده بسبب فعل فاعل ولا بسبب انها انتحرت، وخصوصا انها كانت بتمر بحاله اكتئاب شديده جدا. الغريب بقى ان الناس اللي عايشه في البرج بتقول ان هي بتسمع صوت حاجه كبيره بتقع تحت، وكل ما يبصوا ما بيلاقوش اي حاجه، وده بقى نفس الصوت اللي سمعوه لحظه لما سعاد وقعت. اما الناس اللي ساكنه في الابراج اللي قدامها بيقولوا ان في واحده ست بتقف دايما على سور البلكونه، دايما بيكونوا مخضوضين ومش عارفين مين الست دي. والموضوع ده اتحكى مش من شخص واحد، من اكتر من شخص، لانهم كانوا دايما بيسالوا مين الست اللي واقفه على سور البلكونه دي، وكانوا بيشتكوا كتير جدا لرجال الامن. ده طبعا لحد ما عرفوا اللي حصل في البرج اللي قدامهم. الحكايه الجايه بقى من عماره الايموبيليا الشهيره في منطقه وسط البلد في القاهره. العماره دي عاش فيها مجموعه كبيره جدا من الفنانين، مش بس كده ده كمان حصل فيها حوادث قتل شهيره جدا. واحده من الشقق دي كانت عايشه فيها الفنانه الكبيره العظيمه ليلى مراد لحد ما توفت سنه 1995. وبعد وفاه ليلى مراد خد الشقه دي مخرج مشهور اسمه خالد الحجر. خالد بيقول ان هو غير كل ديكورات الشقه ما عدا غرفه نوم ليلى مراد، كان حابب ان هي تفضل على وضعها. خالد بقى بيقول ان الشقه دي فيها حركه غير طبيعيه، خصوصا في الحمام وفي ممر الشقه وفي غرفه نوم ليلى مراد. كان بيقول ان هو بيحس بيهم بس ما كانش بيخاف منهم، وكان عارف ان هم مش مؤذيين ابدا. كمان قال ان اصحابه اللي كانوا بيبيتوا معاه في الشقه كانوا بيشوفوا حاجات غريبه، وكانوا بيشوفوا خيالات بتعدي بسرعه، وكانوا بيسمعوا اصوات لدرجه ان هم كانوا بيخافوا يرجعوا يقعدوا في الشقه تاني. واحد من صحابه حكى ان هو شاف واحده ست كانت لابسه هندي، كان بيقول ان هو شايفها وكانها واقفه قدامه بجد. خالد حل الموضوع ان هو قرر ان هو يتأقلم معاهم ويعيش معاهم عادي جدا. كمان كان بيكلمهم لدرجة ان هو لما كان بينزعج منهم كان بيقول لهم بس بقى، وقال ان دي نصيحة من معالج روحاني جابه عشان يشوف ايه حكاية الشقة، فقال له ان احسن حل ان هو يتكلم معاهم ويتعامل معاهم عشان ما يأذوش. محدش بقى كان عارف هل الفنانة الكبيرة ليلى مراد كانت بتشوف الحاجات دي في الشقة وقت ما كانت عايشة فيها ولا لا، وخصوصا زي ما قلت لكم ان العمارة دي عمارة قديمة جدا وكان عايش فيها فنانين وناس كتير جدا. الحكايه الاخيره بقى من شارع اسمه محمد مظهر في الزمالك، مكان هادي جدا ومفهوش اي صوت او اي ازعاج. هنا في الشارع ده كل حاجه زي ما هي من 18 سنه، الا غياب المطربه التونسيه المشهوره ذكرى وجوزها رجل الاعمال ايمن السويدي، اللي كانوا ساكنين في المكان ده قبل ما تحصل الحادثه البشعه اللي لسه لحد دلوقتي بيحكوا عنها اهالي المنطقه. الحادثه دي راح ضحيتها ذكرى وايمن السويدي وكمان مدير اعمالها. الكلام اللي بيتقال لحد دلوقتي ان العماره اللي كانت عايشه فيها ذكرى محدش بيقدر يعيش فيها بسبب صوت القطط والخبط والرزع اللي شغال طول اليوم. سكان العماره بيحكوا ان هم عايشين في رعب، خصوصا من بالليل لحد الفجر. امن العماره دايما بيشتكي ان الاسانسير بيطلع يقف لوحده في الدور الثاني من غير ما حد ما يطلبه. كمان واحد من حراس العمارة حكى ان دايما بيسمع صوت توسلات وعياط كتير جدا، وان الموضوع ما بيخلصش الا بصوت صرخة شديدة، وبيقولوا ان كمان كتير بيسمعوا صوت اتنين بيتكلموا وبعدين بيتخانقوا. ناس كتير برضو بتقول ان هي بتسمع صوت عياط ذكرى بصوت واطي جدا. اللي حصل في الحادثة دي كان صعب جدا، لان ايمن السويدي جات له حالة هستيرية وضرب ذكرى باكتر من 69 طلقة في خلال ربع ساعة بس. حادثة ذكرى بكل تفاصيلها كانت بشعة جدا، ومن كتر ما حراس العمارة اشتكوا ان شباك غرفة ذكرى بيتفتح لوحده، اخو ايمن السويدي عمل محضر في الشرطة وطلب فتح الشقة بعد 20 اسبوع بس من الجريمة. وكان غريب جدا ان هم بعد ما فتحوا الشقة ما لقوش اي حاجة اتسرقت. الشقة كانت مليانة مجوهرات وحاجات ثمينة جدا، بس لقوا ان الدم مغطي كل الحيطان.
وكمان كان مغطي الكنبه اللي كانت قاعد عليها ذكرى، وكانت ماسكه المخده واتضربت بالرصاص. والشقه بعد الحادثه ديت اتقفلت على اثار الجريمه، ولا حد نظفها من الدم ولا حتى اتقرا فيها قران، على الرغم من ان معظم سكان العماره من الاجانب، بس لحد دلوقتي بيشتكوا من اصوات غريبه ودوشه طالعه من الدور التاني. الشقه دي والعماره موجودين لحد دلوقتي، وحاول اخو ايمن السويدي ان هو يتخلص منها بس ما كانش عارف، لحد ما اضطر في الاخر ان هو يعمل مزاد علني ويبيعها. اشتراها بقى راجل اعمال عايش بره، ومفيش حد عايش فيها لحد دلوقتي. في النهايه يا رب الحلقه تكون عجبتكم. عايز اعرف ايه اكتر قصه عجبتكم وخوفتكم؟ يا ريت يا جماعه في النهايه لو عجبكم الفيديو تدعموه بلايك عشان ينتشر اكتر واكتر. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في حكايه جديده من حكايات خلف الكواليس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.